يا صباح الفل يا ولاد، عملنا النهارده حاجه كده خطيره، اختراع. عيش خطير ينفع لمرضى السكر وينفع للدايت. شايفين جماله؟ وبيتفتح كمان للسندوتشات. سهل وبسيط زي ما انتوا طلبتوا مني. حطي لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات علشان يوصل لكم الجديد، واصور لكم وصفات كمان صحيه اكتر واكتر، وشجعوني. جبت كوبايه شعير ونقعتها 12 ساعه من بالليل للصبح لحد ما بقى طري كده وبيتكسر في ايدي. حطيت على كوبايه الشعير بنفس الكوبايه كوبايه ونص ميه دافيه وربع معلقه ملح، وضربتهم في الخلاط لحد ما بقى القوام بتاعه كده تمام. جبت بقى الطاسه بتاعتي ودهنتها دهنه زيت، ودي اول مره بس، بعد كده مش هدهن. وهاخد من العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين، واملى الطاسه بتاعتي كده وافرده كده بالمعلقه السيليكون بتاعتي. حلو قوي، سهل وبسيط وطعمه خطير بجد. طعمه حلو جدا جدا، صحي من غير دقيق ومن غير بقى ولا تفردي ولا اي حاجه. مش هقلب الرغيف بتاعي غير لما يحمر من تحت ويتهز معايا كده في الطاسه. تعالوا بقى نشوف اللحظه بقى اللي انا بحبها، اللي بتدخل قلبي كده وبتعمل بقى تخلي عيني تطلع قلوب، لما الرغيف بتاعي يتنفخ كده. بصوا جماله، يجنن. شايفين بيعلى ازاي؟ افضل اقلب يمين وشمال يمين وشمال لحد ما الاقيه استوى معايا وانتفخ خالص كده. الله الله على الجمال، ايه الجمال ده! ينفع لمرضى السكر وينفع للدايت. عيش الشعير بطريقة سهلة جدا وبسيط عشان تقدروا تعملوه في البيت.